السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أصدقائي الأوفياء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا MR نيوز بلس. أصدقاء ديالي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب السوداني في ربع النهائي كأس إفريقيا الشان اللي كتجرى في أوغندا، كينيا وتنزانيا. أصدقاء ديالي، المنتخب السوداني كيتأهل رسميا، وصراحة قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائري. الشوط الثاني عاد شفنا المنتخب الجزائري كيلعب كرة، ولكن ضربات الترجيح عرفت فوز المنتخب السوداني ب4 مقابل 2. مبروك المنتخب صراحة السوداني، فرحنا له بزاف لأنه منتخب شقيق وعزيز علينا وكنبغيوه. تحية لكراغلا في جميع أنحاء العالم. أصدقائي ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وانتم احكموا وعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات. شجعونا بواحد لايك كيف ديما، بارطاجيو لينا الفيديو الماكسيموم باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقاء ديالي، على بركة الله. 20 وسط ملعب زكريا دراوي رقم 8 مرباح، طبعا ميصالة رقم 5 بوكرشاوي 13 بالحسيني في المقدمة 7 وأيمن محيوس رقم 18 وعبد الرحمن مزيان رقم 11. قائمة لاعبي مجيد بوجرة طبعا المدير الفني للمنتخب الجزائري. أدي أمامنا هنا الغاني كواسي أبيا مع المنتخب السوداني، ولحظات وتنطلق هذه المباراة. Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. انطلقت المباراة في اللحظات الأولى من هذا. بوركينا فاسو أفريقيا الوسطى تأهلت تنزانيا، وأيضا تأهلت مدغشقر عن المجموعة الثانية. أدي أمامنا محاولة محيوس مزيان، ملعوب على طول، حلوة قوي الكرة العرضية، الاستلام كرة حلوة من اللاعب خاسف، ولكن في فاول حكم اللقاء الحكم الإيفواري. أدي أمامنا مجيد بوجرة يلعب في دار السلام في تنزانيا 26 المباراة الأولى في نصف النهائي، والبائس أيضا بين البحرين وجيبوتي. مرة ثانية انطلاقة ومحاولة السودان، منافسة بين الأشقاء. مرة ثانية هنا محمد أسد يطلب فرصة لأسماء كثيرة، لكن مرة ثانية انطلاقة خطورة الخضرة أمامنا. انطلاقة حلوة الانطلاق من خلال أيمن محيوس. أدي مزيان لكن يا ولد يقدر يكون له أدوار مهمة في التمريرات وفي التحركات وعنفية، لكن تصل مرة ثانية الكرة على طول عرضية، فرصة استلام الخطير على منتخب الجزائر بأرقام مميزة. مرة ثانية مزيان، لو طمع مزيان لو طمع هو ما بين فكرتين، فكره ما بين كان 1-1 دايما لقاءاتهم حافلة. ودي انطلاقة، فرصة عرضية، الهدف الأول. يا ولد يا ابو حلفان، فرصة كبيرة في انطلاقة حلوة زي ما قلنا. السنغال إلى الدور نصف النهائي، كرة ملعوبة لكن فكرتها حلوة في الجبهة اليسرى، يلعب كرة العرضية العالية التكملة، لكن على طول بوحلفاية كان لزكريا بوحلفاية حارس المرمى الجزائري، ولكن الدفاع الجزائري حماس المنتخب الجزائري. أدي عبد الرؤوف روفا ثالث كرة يا روفا، عبد الرؤوف الشهير بروف، اسماء لكن شوف العرضية اللي هنا اتعامل معاها وحش قوي، عرضية طبنجة الحارس زكريا بوحلفاية بعد ما شال، وتهديف أيمن محيوس. كرة عالية خطيرة، كرة اللي اتلعبت لكن على طول ياسر كمل حلوة قوي، ياسر عرضية، ياسر خطيرة وتغطية دفاعية وركنية ثانية لصالح منتخب صقور الجديان. عودة والسلامة نجوم المنتخب الجزائري بالتحديد الدفاع الجزائري 14 طبعا تاريخ لا يمحى. مرة ثانية هنا بيسدد، يا ولد محمد تيه أسد في اللقطة اللي فاتت. محمد ياسر مرة ثانية كرة العالية المرة دي، لكن فينا راجل بالونة من والمواهب. مرة ثانية انطلاقة حلوة، مزيان تمريرة مزيان، محيوس أيمن محيوس، ولكن يطلع المرة دي، يطلع أبوجة، يطلع محمد أمامنا النور أبوجة أمامنا هو يطلع لاعب الزمالة. أيضا في أسماء وأندية ظهرت حقيقة بشكل اللي هيسدد حلايمية محمد رضا، عالية كانت هتحوز رضا الجميع لو كانت في الشباك وفي المرمى. محمد رضا الطيب وامام سمبو دايما قافل على طول. ده طبنجة يلعب كرة العرض. شاركة في هذه المباراة جماهير الجزائرية
في كل وزنه في مثل هذه المباريات، مباريات النوك اوت، خروج المغلوب على القائم الاول. يا محيوس، ايمن محيوس واحده من لمحات بقى الحاجات اللي هو بيمتاز بيها الحقيقه. ايمن محيوس من الامكانيات العاليه. جلت 5 استقبلت 2، السودان 5 استقبلت هدف، ولكن امامنا هو محاوله في دار السلام في تنزانيا، والسنغال والمغرب ان شاء الله في نصف النهائي الاخر مره ثانيه. لكن مش معدول، لعبها وحش قوي. كرة اتلعبت أندية على فكرة ظهرت في دوري النخبة بشكل مميز. مرة ثانية على طول الكرة محمد تيا، لعبة حلوة قوي، انطلاقة تيا، ولكن يا سلام أمام يانج أفريكانز الكونفدرالية. مرة ثانية على طول محاولات هنا من الشوط الأول، يكمل على طول طبنجة عرضية خطيرة عايز يغمزها. خطر الكرة، خطر تبلك سهلة، لكن كرة خادعة من صلاح أنتوني ماندريا. اسماء الموجودة، جندوز رأسية خطيرة المرة دي للمنتخب السوداني. الركنية القصيرة اتعملت حلوة قوي الكرة، لكن ويعلن حكم اللقاء كليمون فرانكلين كيبان الحكم الإيفوري عن نهاية شوط اللقاء الأول هنا في اللقاء منتخب السودان ومنتخب الجزائر ضمن آخر لقاءات ربع نهائي. انتقل من سيراميكا إلى لوجانو في سويسرا طبعا، وكان عنده إصابة صعبة جدا. خطرة جدا الكرة، خطيرة وفرصة وهدف، وهدف موسى حسين كانتي. خطأ دفاعي موسى حسين كانتي، ولكن كرة زكريا دراوي ترتطم في أيوب غزالة عشان يتقدم منتخب السودان. خطأ كبير جدا في الخروج بالكرة، وهدف عكسي في هذه اللحظات أمامنا عن طريق أيوب غزالة. الكرة اللي راحت إلى موسى حسين كانتي استثمر الفرصة، وادي أمامنا هنا زكريا أبو حلفاية، وتقدم سوداني في هذه المباراة. صقور الجديان يستغل، بص الخطأ، خطأ كبير قوي هنا. الراجل يلعب كرة بدون ما يشوف. أمامنا اللقطة اللي فاتت آدم عليلات، وهنا زكريا دراوي، والتدخل تلمس أيوب غزالة، لكن الخطأ كبير قوي من آدم عليلات. موسى كانت على فكرة عمل فترة معايشة في كوينز بارك رينجرز، ولكن طبعا نادي المريخ. يا منتخب السودان روفا بعيدة قوي يا روفا، لكن على طول زكريا أبو حلفاية ماذا يصنع في اللقطة اللي فاتت؟ كانتي يلعب كرة عرضية خطرة جدا. الكرات موسى كانتي على فكرة بقد راع العربي الموجود ما بين السودان المتقدمة على الجزائر بهدف بنيران صديق. روفا بيطمع هنا روفا بيطمع روفا، لكن بعيدة وعالية. كمل أمامنا هم الجنب اليمين، لكن راية في راية طلع اللي بتعطي السودان التفوق هي وسط الملعب. هذه انطلاقة خطير أمامنا هون سفيان بايزيد مكان بالحسيني. محاولة من بعيد، ولكن بين قطبي الكرة السودانية. مرة ثانية هنا الجزائر حول فرصة مزيان، والتدخل والإبعاد هذه المرة، وتطلع إلى خارج الملعب بأداء رجوع، واللي بيحاول الوصول طبعا إلى واستلام محيوس يعدي ومر. أيمن محيوس عمل الصعب، ولكن كرته تفقد قوتها وما يلحقهاش. الأول حاجة بص هنا المهارة وسط كام مدافع، وعدى ومر. حلوة مزيان والتدخل وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق اللاعب البديل سفيان بايزيد، اللي بيسجل سفيان ثالث أهدافه في هذه البطولة. كرة اتعملت من مزيان وسفيان، امامنا هو بايزيد. وملاعبي المنتخب طبعا السوداني كلموا على التدخل اللي كان ما بين اللاعب سفيان بايزيد وحارس المرمى الحارس النور أبوجا امامنا. لكن بص هجمه حلوه البديل 2014 ثم في رواندا الكونغو الديمقراطيه كانت البطله على حساب. كان بمثابه قبلة الحياه وعوده الحياه لمنتخب الجزائر. سفيان بايزيد ركنيه ملعوبه على طول على القائم الاول ايمن محيوس. فاول على ايمن محيوس، اكيد في نوع من الالتحامات فيها تدخل، لكن الحقيقه يعني هدف كان للجزائر في هذه المباراه مع الدقيقه 3. بان منتخب السودان كان له الفرص الاكثر، ولكن صحوه جزائريه تعود. هذه الاهداف غزاله في الدقيقه اماميه
وهي الكرة السريعة، تغطية دفاعية تعود بالرأس الطاهر، أسماء الموجودة في دكة البدلاء. على طول كرة عرضية، محاولات مستمرة، عوض لف كرة عرضية خطر المرة دي، تيه رأسية خطيرة للمنتخب السوداني، ولكن تمر الكرة وتطلع إلى ركلة ركنية. بص هنا الخروج الخاطئ من الحارس، ولكن يلعب بالقدم اليسرى، لف كرة عرضية خطيرة مرة تانية زكريا، الكرة التانية ادي رمي التماس، كرات العالية المنتخب السوداني. محمد احمد ايضا صلاح الدين عادل في اللقاء، منتخب الجزائر في المرمى ويبعد على طول إبوجا، تعود الى غزالة في مرمى للسودان في الدقيقة 48، ثم عادل سفيان بايزيد في الدقيقة 73 البديل اللي دفع به مجيد بوجرة في هذه في اللقاء. في الشوط الثاني من المباراة هدف أيوب غزالة، وبيبحث عن تقديم فرحة، تقديم شيء لجماهير في انتظار التطور في الأداء وفي النتيجة. وجمهور السودان نور الجديان امامنا اهو، اللي يلعب في وسط الملعب، لاعب جوكر عنده امكانيات مميزه الحقيقه اللاعب ياسر عوض، ولكن اكملها غزاله في المرمى، ثم سجل التعادل لاعب سفيان بايزيد. كرة مبارك عدى يا ولد، عدى مبارك لكن اللمسه الاخيره على المرمى مبارك عبد الله عمل الصعب، راوغ محمد رضا حليميه طويله للسودان. الشوط الاضافي لعبنا مضى منه حوالي 11 دقيقه، امامنا اهو يلعب على طول كرة عالية، دراوي زكريا دراوي، التوقيت والتايمينج بتاعه مش كويس، التحرك رائع. المنتخب السوداني فاز في 9 وتعادل في 7 وخسر 3 مرات. شوط اضافي اول ينتهي بنفس النتيجه 1-1، هي فرصه كبيره وامامنا الركنيه اتلعبت سريعه، منتخب السودان شبيبة القبائل فارس نشأت يدخل كبديل في اللقاء. بيلعب محمد رضا حليمية، هو اللي بيلعب الكرة في القائم البعيد، الرأسية الخطيرة ترتد أيمن محيوس وركنية فرصة كبيرة. بص الرأسية، كرة منتخب الجزائر، الدقيقة 4 من الشوط الإضافي الثاني. دون راية أمامنا، فرصة عرضية خطيرة محيوس، والتألق أمامنا من جانب اللاعب والحارس النور أبوجا. طبانجا ينتزع الآهات، كرة عرضية خطيرة رأسية. النهارده يشارك أساسي بعد ما كان بيدي الأفضلية لعلي زكريا، ثم استمرار النتيجة. أيوب من الحراس اللي بتروح على زاوية ولا بيرمعينه على الكرة وراح شوف امامنا اهو، ثبته وبباطس المرمى عشان يسجل ولي الدين خضر بوكيوس. ايمن محيوس وركله ليوس كان قريب من التسجيل. المرمى محمد النور إبوجا، محيوس يسجل امامنا هنا. طبعا البطوله السابقه إبوجا في الزاويه حطها له على يساره، وداه زاويه للحارسين بيختاروا زاويه. في حراس مرمى بيحطوا عينه على الكوره ويبقى عنده سرعه رد الفعل. في مواجهه محمد احمد، يا ولد على العقل والشمال، ويحطها له اللاعب السوداني. امامنا هو محمد احمد سعيد، امامنا هو يضعها على المتقدمين. سفيان بايزيد صاحب محمد احمد سعيد ارج مره ثانيه قويه 2-2 منهما نفذ ركلتين. امامنا هو 2-2 سجل بوجبا ومحمد احمد سعيد ارج. احمد عبد المنعم طبعا، وحارس المرمى نفس الزاويه. خلاص منتخب السودان مركز زكريا ابو حلفايه، يعني مصمم على الزاويه ركله مهدي بالقدم الشمال، ومحمد النور 2 حتى الان. مهدي مرغم حارس المرمى امامنا، ادي لحظه التنفيذ. حارس المرمى قدم وسط يطير لها باقتدار الحقيقه، لكن ما كانتش قويه. 2 بعد 3 ركلات، الرابعه للسودان، والتألق المره دي يضيع. امامنا هو تصدي رائع، برافو يا زكريا، ويسجل التعادل زكريا دراوي في منتصف المرمى من زكريا دراوي. واحدة كانت على يمينه والمرة دي على شماله، وتصدى بشكل مميز جدا لنهائي هذه البطولة. زكريا ابو حلفاية، زكريا
وهو أسد كانت ترجيح لمنتخب السودان والفوز 4-2. أصدقاء ديالي خوتي المغاربة العزاز، مبروك للمنتخب السوداني هذا الانتصار وهذا التأهل إلى نصف النهائي، والمنتخب الجزائري غادي يجمع الصاك ديالو ويديمر الطيارة ويرجع للجزائر. اصدقاء ديالي خلاصه القول، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك بغينا واحد اللايك كيف ديما وواحد التعليق محفز والاشتراك في القناه مهم. حاولوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر ديال الجرس، خصوصا القناه ديالنا باقا جديده. يلا خوتي المغاربه العزاز، تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.